اليوم جمعية هيئة المحامين بالمغرب تنظم لقاء وطنيا للمحاماة، وهو لقاء نعتبره أسلوب للاحتجاج، أسلوب حضاري وراقي للاحتجاج لإيصال صوتنا وآرائنا ومقترحاتنا، لأنه اليوم نحن نعيش وضعا متأزما جدا. نحن كمحاماة في مفترق الطرق، ونحن كمؤسسات مهنية وراءنا آلاف من المحاميات والمحامين الذين يعانون، الذين هم مستاءون من هذا التشريع المتأزم الذي عينه سواء في مشروع قانون المسطرة المدنية أو باقي المشاريع التي هي في طور الإنجاز. والقوانين المتأزمة لا يمكنها أن توفر بيئة حقيقية وصحيحة لاحتضان دولة الحق والقانون. نحن في جمعية هيئة المحامين بالمغرب حاولنا، سعينا إلى الحوار، سعينا إلى تفعيل مبدأ المقاربة التشاركية، قدمنا مقترحات إلا أن مطالبنا لم تجد آذانا صاغية. فهذه الاحتجاجات وهذه المواقف إنما فرضت علينا. نحن لا نريد أي تصعيد لو أن هناك تجاوب والحوار الجاد والصحيح والمتعاون. نحن نتعاون مع جميع من يحب التعاون. نحن في جمعية هيئة المحامين بالمغرب مستحضرين الأوراش الكبرى في الإصلاح، مستحضرين مصلحة وطننا التي هي فوق كل أي اعتبار، ولكن لا نريد تهميشا ولا نريد مساسا بموقع ومكانة المحاماة. هذا اللقاء يمر في جو حضاري، في شروط في غاية الروعة وفي غاية الجمال. هذا الملتقى الوطني الغاية منه هي أن نبين لمحيطنا السياسي والحقوقي والقضائي على أن المحاماة اليوم تعاني وهي في مفترق الطرق، ولا نريد لوطننا ولبلدنا أن تكون المحاماة فيه ضعيفة. محاماة قوية تساوي قضاء قوي. استقلال المحاماة هو من استقلال القضاء والعكس صحيح. من لا يستوعب هذه المعادلة أظن بأنه لا يستوعب المفهوم الحقيقي للعدالة بمفهومها الحضاري. تلاحظون بأن المداخلات التي تمت في هذا اللقاء كلها توضح على أن المحامون والمحاميات هم جسد معافى وجسد موحد في أهدافه، أولا في بنيته وفي أهدافه وفي طموحاته. نتمنى من الفاعل السياسي أن يغير نظرته للمحاماة، وأن يغير من خطاباته، وأن يغير من تصوراته، فهو يبنيها على مقاييس وعلى معلومات وعلى معايير خاطئة. نحن هنا لندافع عن مهنتنا وعن هويتنا المهنية وعن تاريخنا.